عبارة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قولها، وهي كنز ليس من كنوز الدنيا، لا فضة ولا ذهب، بل هي هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها من كنز الجنة. يقول سيدنا مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. هذا كلام سيدنا مكحول. وأيضا جاء في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا للصحابي: ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش، من تحت العرش من كنز الجنة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. والحديث في صحيح الجامع كما قال رسول الله: ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. فلنعود ألسنتنا وأولادنا على هذه الكلمات التي تأتي ليس بالدولارات ولا بالجنيهات، بل تأتي بكنز من كنوز الجنة من تحت العرش، يقبضه العبد ويأخذ أجره يوم القيامة.